أعزائي المشاهدين، هناخدكم لجولة سريعة لأهم الأخبار اللي جت في صحافة اليوم. وطبعا احنا اليومين دول بنعيش في أجواء جميلة جدا. مهرجان عالمي، مهرجان العالم عالمين. بيسعدني تكون معي رؤية تحليلية لأخبار هذا اليوم دكتورة نجوان حسني، رئيس قطاع كيان طاقة شباب في الوجه البحري والدلتا. أهلا بيكي معانا وصباح الخير. اهلا بحضرتك وصباح جميل على كل المصريين. طبعا احنا لما بنتكلم على العالم عالمين يعني ده نقلة حضارية نوعية بشكل كبير لا تصدق بجد يعني. اكيد. ففي خبير سياحي مهرجان العالمين بيخدم السياحة والمدينة، وطبعا موجه للدول العربية والأوروبية. قال الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي إن ما يحدث في مهرجان العالمين الجديدة 2023 بيكشف ما حدث من تطوير وتنمية في مدينة العالمين الجديدة، وطبعا بيزيد من تكثيف السياحة في مصر خلال فترة الصيف. بالظبط فعلا يمكن مهرجان العالمين العالم عالمين بتعتبر تجربة سياحية فريدة من نوعها. ويمكن فعلا احنا بتشهد مدينة العالمين زخم فني رياضي إبداعي ترفيهي، ويمكن ده هيؤدي إلى مردوده على الاقتصاد المصري بشكل مباشر، لأنه بالفعل وضع مصر على خريطة السياحة العالمية. ويمكن دي أول مرة تحدث إن احنا بتجتمع سياحة المهرجانات والسياحة الرياضية في آن واحد. فبالفعل يمكن خلينا نبص على موضوع مهرجان العالمين. ليه اختيار مدينة العالمين بالذات لانطلاق مثل هذه الفعالية الكبرى اللي فعلا بتعد مؤشر على ان مصر لا زالت قادرة على اقامة العديد من المهرجانات. يمكن الموضوع ده ليه عمقين، عمق تاريخي وعمق حضاري. العمق التاريخي ده بيرجع لان طبعا كلنا عارفين ان مدينة العالمين شهدت الحرب العالمية الثانية، وكمان العمق الحضاري ان فيها المدافن من جميع جنسيات دول العالم. ويمكن السياح بتبقى حريصة جدا على زيارة ذويهم في مدينة العالمين، وكمان في نصب تذكاري هناك وفي المتحف الحربي. فطبعا اكيد ده بيحظى اهتمام دول العالم. فبما ان مصر كانت قادرة على تطوير مدينة العالمين، يمكن احنا كنا في 2016 شفنا ان مدينة العالمين كانت عبارة عن منطقة ألغام، وكان صعب ان حد يقترب ليها، لكن كان هناك رؤية للدولة المصرية بتحويلها لمدينة سياحية ترفيهية، تعد اكبر مدينة سياحية ترفيهية على مستوى الشرق الاوسط. وطبعا ده هيؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري وانعاشه، وده مفيش شك منه. خلينا نقول نبص على الصورة بشكل أوضح، ونقول إن مهرجان العالمين يا ترى الغرض منه إيه؟ خلينا نبص بشكل أوضح وبصورة أعمق إن أكيد المهرجان ده هيكون له مردود على الاستثمار الآمن داخل هذه المنطقة. إزاي استثمار آمن؟ يمكن إحنا طورنا البنية التحتية لمدينة العالمين، شاهدنا المطار الدولي الذكي اللي هو على سواحل مدينة العالمين. ده طبعا بيجمع ما بين شمال افريقيا وجنوب اوروبا، وده طبعا هيبقى فيه تبادل تجاري الى جانب وسيله نقل لوجستيه امنه. وغير كده ان ده هيمثل اكيد عمق اخر في انعاش الاقتصاد بشكل عام. طبعا العالمين حاليا المهرجان اللي مقام هو بس مش مهرجان فني، شارك فيه نجوم الفن في مصر والوطن العربي. واكيد المهرجان ده احنا شايفين في ويندوز 10 بالظبط المهرجان ده ليه اصداء. وطبعا اكيد احنا الفن والرياضه هم القوه الناعمه من اجل استثمار امن في القوى البشريه وتحويل مصر لمنطقه سياحيه كبرى. طبعا هيبقى محط انظار العالم، واكيد هيبقى داعم كبير قوي للسياحه الوافده في مصر. ويمكن السياحه الوافده بتشكل اهميه كبيره لدى الاقتصاديات العالم، مش بس في الدول العربيه، لا على مستوى العالم، وده له مردود اكيد. شفنا كمان ان هيتنفذ مهرجان رياضي قوي جدا لبطولات عالميه زي بطوله الجودو. وطبعا دي اول سابقه تاريخيه ان تحصل بطوله عالميه على ارض العالمين كاول بطوله تقام في تلك المنطقه. طبعا هيتوجه انظار العالم لتلك المنطقه يعني، واكيد ده هيبقى ليه مردود وليه يعني ابعاد لوجستيه كبيره جدا، واكيد ده هيأثر علينا بشكل كبير جدا. مشاركه كمان هنلاقي في مهرجانات شاطئيه لكره القدم، مش هيشارك فيها بس نجوم كره القدم، الجديد انه هيشارك فيها ايضا نجوم الفن. فطبعا في مزيج
ما بين نجوم الفن ونجوم الرياضه، ده اكيد هيبقى يبقى ليه مردود في اشاره من القياده السياسيه ان منطقه العالمين ذات بعد استراتيجي هام جدا في السياحه الترفيهيه العالميه، ويمكن ده بيشكل يعني حاجه جديده على الانظمه المختلفه، واكيد ده هيخلي مصر طبعا في مكانه عالميه في مجال السياحه الترفيهيه. يمكن اخد من كلام حضرتك ان فعلا هذه المنطقه كانت ملغمه بالالغام، فيعني رؤيه الدوله بان يتم تطهير كل البقاع اللي كان بيها الالغام اللي احنا لا ناقه لنا ولا جمل بيها، ده كان عمل رائع، وتحويلها كمان لمدن سياحيه جديده والنقله الحضاريه اللي فجاه نقلتها، فتحسي ان يعني الموضوع ذات قيمه كبيره، تاريخ مع حضاره مع تطور، مع في انبهار يحدث في المنطقة. ويمكن كمان لو هقول لك ان مدينة العالمين حاليا استقبلت حوالي 1,000,000 سائح من دول العالم. تخيلي حضرتك مع اول افتتاح نلاقي 1,000,000 سائح داخلين وافدين الى مصر، فطبعا دي حاجة يعني فعلا رائعة ان احنا نشوف افتتاح مهرجان عالمي زي دوت ويبقى في عندنا هذا الكم من السائحين. اكيد ده هيؤثر علينا بشكل كبير جدا، وهنبقى فعلا بالفعل محط انظار العالم. حديث العالم كله هيكون عن العالم عالمين، لانه فعلا بالزبط. السماء هتنور طبعا بمظهرها الجميل، والبروستات اللي هتبقى موجوده، الشواطئ والمهرجان ككل، المسابقات اللي هتحدث فيها. فهو ده حتى وانت بتنتقلي بالعربيه، يعني كل السياره رايح مرسى مطروح بيشاهد انوار بتبهره واضاءات بالظبط. وبعدين احنا مدينه العالمين هنبص على المساحه المهوله اللي هي بتتمتع بيها، هنلاقيها 50,000 فدان، فده طبعا قد 50,000 كيلو متر، ده قد كورنيش اسكندريه كله. فحضرتك متخيله الى جانب وجود ممشى سياحي حوالي 14 كيلو متر، حضرتك متخيله، وسيقام فيه كمان مهرجان قوي جدا للدراجات. طبعا عشان ينطلق مهرجان للدراجات سيارات السباق، فطبعا ده هستعرض من خلاله جمال المدينه. اكيد حاجه زي كده بتبقى مقصوده، اني استعرض جمال المدينه، جمال الشاطئ، المياه الفيروزيه. طبعا المناخ هناك طبعا رائع. عندنا هناك طبعا في احياء سكنيه، في الحي السكني، في حي ناطحات السحاب، يعني في الحي التراثي. فاكيد لا، هناك الموضوع مختلف فعلا. وانا بدعو جميع الساده المشاهدين ان هو فعلا ما تفوتكش الفرصه، لازم بالفعل تروح العالمين وتستمتع بالاجواء المهرجانات الموجوده حاليا هناك. يمكن احنا في فرصه عظيمه 20 اغسطس تقريبا، فطبعا شهر ونص متكامل. اذا الاجازه الصيفيه لو هنقضيها ان احنا نبدا نروح الاماكن السياحيه بتاعتنا، هي بس العالمين مش بنشط السياحه العالميه، لا انا بنشط اكيد السياحه الداخليه، وبفتح يعني انفاق جديده للتعرف على معالمنا السياحيه الجديده، وبنفتح افاق اولادنا على عالم جديد ودنيا جديده وجمهوريه جديده ورؤيه مصر 2030. لا الموضوع فعلا مختلف. سياحه المهرجانات بدانا فعلا نهتم بيها جدا، والسياحه الرياضيه بنهتم بيها جدا، كمان السياحه الفنيه زي ما حضرتك شايفه كده امتزاج فن مع رياضه. فالموضوع جديد ومختلف، لابد ان كل المصريين يروحوا فعلا لمنطقه يعني هنطمن اسكندريه السنه دي هيبقى الانظار ليها اكيد اضعف طبعا. في الأهرام المسائي، مصر مركزا إقليميا لوسائل النقل الحديثة، رئيس تطبيق المعايير الدولية للارتقاء بتصنيف الموانئ المصرية عالميا. رؤية حضرتك الخبر ده؟ يمكن احنا بنقول ان تطوير المواني ده شيء مهم جدا، واكيد له مردود على الاقتصاد المصري بشكل مباشر، وده طبعا هيبقى ليه ابعاد كبيره جدا على الاقتصاد المصري. ويمكن احنا شفنا ان فخامه رئيس الجمهوريه بيتابع عن كثب الاجراءات اللي بتتم في تطوير المواني، مش بس ميناء الاسكندريه، يمكن احنا شفنا مواني ميناء بورسعيد، يمكن شفنا ميناء دمياط. لو هنحط سبوت شويه، بما ان الخبر هنا بيتكلم عن مواني الاسكندريه، وهنتكلم كمان على تحيا مصر واللي حصل فيه هناك من تطويرات وكده، هنلاقي ان ميناء الاسكندريه تم تطويره، يمكن بيستخدم التكنولوجيا الرقميه، وده طبعا بعد جديد، والميكنه الحديثه. يمكن ضم هناك تحيا مصر ضم حوالي 92 معده بتعمل بالنظام الذكي، وده طبعا يعني حاجه جديده.
المشروع دوت بتاع تحيا مصر في الإسكندرية بالفعل استطاع ان هو يوظف حوالي 1500 وظيفة، بيوفر فرصة عمل مباشرة 1500 وظيفة. وفر لي كمان 2000 وظيفة غير مباشرة. ده شق كان مهم جدا، إلى جانب تطوير الرصيف واللي هو القدرة الاستيعابية للرصيف، ان هو يستحمل ان هو يستقبل السفن ذات الحمولات الكبيرة. طبعا ده هيساعد على التبادل التجاري، وان السفن الكبيرة تقدر نستفيد من التبادل التجاري مع الدول الأخرى. وجميل ان احنا ندخل التصنيف العالمي طبعا. مصر طبعا بتسعى لانها تدخل ضمن التصنيف العالمي في المواني، سواء مواني بريه او مواني بحريه. وده طبعا ساعدنا كمان في ان احنا طورنا من شبكه المواصلات وطورنا من البنيه التحتيه. اذا استراتيجيه الدوله المصريه بتمشي بالتوازي لتحقيق ابعاد كبيره جدا على مستوى التبادل التجاري. بما اننا بنهتم بالتنميه ككل، وخاصه مصر بتهتم بالتنميه المستدامه، الخبر اللي جاي رئيس الوزراء بيستعرض مع وزيره التعاون الدولي جهود تعزيز العلاقات مع شركاء التنميه. يمكن فعلا احنا شاهدنا ان في شراكات استطاعت الدوله المصريه انها تحققها، مش بس في الهند، لا احنا شفنا في اوزبكستان، شفنا في النمسا شراكات تعاون من اجل تنميه مستدامه في مجال الصحه، شفنا في المجال الطب العلاجي مع الهند، شفنا في مجال الهيدروجين الاخضر. اذا الدوله المصريه بتسعى جاهده فعلا في عقد شراكات مع الدول الاخرى. يمكن اخرها الخبر اللي حضرتك بتقوله لي دلوقتي، ان رئيس الوزراء بيستعرض مع وزيره التعاون الدولي جهود تعزيز العلاقات. يمكن وزيره التعاون الدولي كانت مؤخرا في الصين. ويمكن فعلا نجحنا بالظبط بالظبط. يمكن الصين كانت بتحتفل بالمبادره العالميه للتنميه اللي اطلقت في عام 2021، ووزيره التنميه كانت موجوده هناك. وبالفعل تم استعراض جهودات المصريه في هذا الشق تحديدا، وبالفعل تم عقد شراكات مع الصين، وكمان تم عقد العديد من المذكرات في هذا المجال. وهنلاقي كمان ان عندنا المذكره المشتركه القطريه اللي هي تم عقدها العام الماضي. دي يمكن اكدت عليها في استعراضها مع معالي رئيس مجلس الوزراء، واستعرضت الشراكات اللي تمت مع البنك الاوروبي والبنك الافريقي لدعم المشروعات التنمويه من اجل تنميه مستدامه. دكتوره نجوان، طبعا احنا بنتكلم وبنهتم جدا بتوفير حياة كريمة للمواطنين، ويمكن الخبر اللي جاي وزير العمل أمام مجموعة العشرين بالهند برامج الحماية الاجتماعية والحياة الكريمة خارطة طريق لمصر. يمكن فعلا تم استعراض العديد من الخطط مع وزير العمل. هو حضر في الهند، أقامت هناك اجتماع موسع لمناقشة مجالات العمل المفتوحة وعقد الشراكات في دعم مجال الأعمال المختلفة. وبالفعل يمكن استعرض سيادته العديد من المشروعات اللي تمت في هذا الشق تحديدا. هنلاقي الحمايه الاجتماعيه، هنلاقي حياه كريمه، واستعراض ما تم على ارض الواقع لحياه كريمه ودعمها للعديد من المشروعات التنمويه العديده. ويمكن منظمه الامم المتحده اشادت بدور مصر في حياه كريمه، وان فعلا المشروع ده فعلا غطى ارجاء الجمهوريه اكيد، وخصوصا الفئات الاكثر احتياجا. بالظبط. ففعلا نجاح المشروع ده لما تشيد به الامم المتحده ده بيبقى مؤشر قوي جدا ان مصر على طريق صحيح. الخبر اللي بعد كده بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان من أخبار مصر. الصحة بتعلن التقرير اليومي لحملة 100 يوم صحة. دي المبادرات الناجحة جدا جدا جدا. يمكن مبادرة 100 مليون صحة فعلا استطاعت ان هي تقضي على العديد من الامراض. ويمكن 100 مليون صحة لو هنقول الاعداد المستفيدة اللي استفادت من هذه المبادرة وصلت لحوالي 90 مليون. حضرتك متخيلة ان احنا وصلنا 90 مليون، يعني فعلا اوشكنا نصل للهدف 100 مليون صحة، يعني 100 مليون مواطن استفاد من تلك التجربة الرائعة اللي يمكن بقت محط انظار
العالم ان مصر استطاعت في منظومه الصحه انها تخترق ملف مهم جدا، مهم جدا، ان انا علشان احقق تنميه لابد من ايه؟ الصحه فعلا. ويمكن في عام 2023 كان لنا حظ ان ميزانيه وزاره الصحه تم زيادتها بمعدل حوالي 15%. بتقدر ميزانيه وزاره الصحه في هذا العام 222 مليار جنيه. فطبعا ده معناه ان الموضوع اهتمام بالصحه بشكل كبير جدا. لقينا ان 100 مليون صحه تناولت موضوعات كبيره جدا في الصحه. يمكن اولها كانت الفيروس سي في 2018، واستطاعت فعلا ان هي تقضي على فيروس سي. ويمكن حاليا بيتم الكشف برضو على فيروس سي في سن مبكره. يمكن في طلبه المدارس في الاعداديه بدانا فعلا في حملات بدات في هذا الشق. 100 مليون صحة استطاعت برضو ان هي تتوالى المرأة وصحة المرأة وتنظيم الأسرة. لا، فتحت ملفات كبيرة جدا، وعلاج ضعف السمع وضعف السمع وحديث الولادة والكشف المبكر للأمراض المستعصية. يعني لا، الموضوع فعلا هي الصحة تاج على رؤوس الأصحاء طبعا. ودي حقيقة طبعا. بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من أخبار مصر أيضا على هامش مشاركتها بالمنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتبحث سبل التعاون مع المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية. يمكن بالفعل استراتيجية التنمية المستدامة عندنا ده حراك بتتجه إليه مصر حاليا، وهي فعلا رسمين خطة لجمهورية جديدة ورؤية. عندنا رؤية مصر 2030 ورؤية مصر 2050. فإذا احنا عندنا رؤية قصيرة المدى ورؤية طويلة المدى. فأكيد عشان نقدر نجابه الحياة اللي هي التنموية زي ما بنقول ونخترق ملفات كبيرة جدا، فكان لابد ان احنا بنعقد شراكات مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. ويمكن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لما شاف ان مصر محطوطة على المحك السليم في ملف التنمية تحديدا، فهنلاقي ان بالفعل المؤشر دوت بيؤدي الى ان احنا قدرنا نعقد شراكات من خلالها نقدر ندعم العديد من المشروعات التنمويه، ويمكن كمان دعم البنوك المختلفه لدعم العديد من المشروعات. والجميل كمان ان في ورش عمل علشان تدريب الشباب وتاهيلهم لسوق العمل. بحيره وبورسعيد بالظبط عشان يجمعوا بيانات. وطبعا لازم نعمل اصلاح اقتصادي طبعا، فالاصلاح الاقتصادي مش هيتم الا من خلال التنميه. الجمهورية تنسيق الجامعات 2023 60,000 طالب يسجلون في اختبارات القدرات بموقع تنسيق الإلكتروني. إتاحة التقديم حتى يوم 3 أغسطس المقبل. جامعة حلوان بتؤكد إقبال لطلاب الثانوية العامة على اختبارات كلية الفنون التطبيقية. يمكن احنا السنة دي بنشهد طفرة كبيرة جدا في موضوع امتحانات القدرات. سابقا كنا بنشاهد ازدحام كبير جدا في الجامعات على مستوى الجمهوريه، ويمكن الازدحام ده كان نتيجه ان احنا ما كانش عندنا نظام الرقمنه. لا، اصبح دلوقتي ان انا بقدر من خلال التحول الرقمي ان انا اسحب استمارتي، ابدا اعرف ايه اللي مطلوب مني قبل ما اروح اتزاحم. لا، انا وانا قاعده على النت اقدر ادخل المواقع المختلفه، اعرف كل كليه متطلباتها ايه، هل المواصفات دي بتتناسب معايا، هل انا لدي القدرات دي تاهلني ان انا اروح الكليه دي. طبعا انا لما استفيد بالتحول الرقمي في مجال التعليم وفي مجال اختبارات القدرات ده شق. الشق الثاني كمان لو هنلاقي ان كمان اختبارات القدرات ما عادتش بتخضع للوسائط، ودي حاجه جميله جدا ان احنا كده ماشيين على الخطه السليمه، لان اصبح برضو الاختيار من خلال الرقمنه. فاكيد اختيار الكمبيوتر مفيش حد يدخل بالظبط في مجال التحول الرقمي فعلا افادنا في اختبارات القدرات، وافادنا ان ما حصلش زحام على الجامعات المختلفه، وده ادى الى سيوله في العمليه التعليميه طبعا اكيد. وفي كليات لا تخضع الا للقدرات فقط، بالظبط يعني ما ينفعش فيها وسائط بالظبط. وده طبعا هيحط مصر على المحك السليم في مجال التعليم، لان كل واحد حسب قدراته هيقدر يدخل الكليه اللي ما خلق لها. بالظبط. الجمهوريه ايضا الداخليه تواصل فعاليات مبادره كلنا واحد لتوفير السلع الغذائيه وغير الغذائيه باسعار مخفضه.
يمكن فعلا وزارة الداخلية فعلا شهدنا ان هي كانت مع الدولة المصرية، وكانت بتدعم المواطن البسيط من خلال مبادرة كلنا واحد اللي انطلقت في 30/6/2018. ومبادرة كلنا واحد فعلا استطاعت انها تخفف العبء على كاهل المواطن البسيط بدعم السلع الغذائية الاستراتيجية بحوالي من 20-30% تخفيض. فطبعا ده كان حاجة جميلة جدا من وزارة الداخلية. الى جانب مفيش اماكن ثابتة بس، لا ده انا عندي اماكن ثابتة واماكن كمان متنقلة من خلال العربيات بتاعت وزارة الداخلية المتوفره في شتى بقاع الجمهوريه، ويمكن كمان وصلت للقرى الاكثر احتياجا. فده طبعا اكيد الملف ده استفاد منه قطاعات كبيره جدا وشرائح كبيره جدا من المجتمع. دكتورة نجوى أنا بشكرك جدا، ولكن هو في خبر سريع انا هقوله عشان احنا ذكرى 63 على فكره لانشاء ماسبيرو مبنى الاذاعه والتلفزيون، اهم قلعه للاعلام في المنطقه العربيه، شهد اهم الحوارات المميزه والمتعدده. وماسبيرو زمان دليل ذكريات جدا الدكتوره نجوى حسني، رئيس قطاع كيان طاقه شباب في الوجه البحري والدلتا. شكرا لحضرتك. صباح الخير مره ثانيه. صباح الخير مره ثانيه لكل المصريين، وصباح الخير عليكم جميعا، وشكرا لحضرتك وشكرا لحسن استماعنا. شكرا. شكرا يا فندم. أعزائي المشاهدين هنروح لفاصل ورجعوا لنا مره اخرى.